تخيل أيها المسلم، تخيل أيها الحاضر، تخيل أيها السامع أنك في هذه الأيام تعيش بلا مأوى، تعيش بلا بيت، تسكن تحت أنقاض بيوت هدمت، أنت وأبوك العجوز وأمك العجوز وزوجتك المكلومة التي مات أكثر أهلها وأولادك الصغار منهم والكبار، تتألمون من آثار تلك الشظايا، لا تجدون طعاما تهنؤون بأكله ولا شرابا ولا ماء نظيفا، تبحث عن دوائهم فتذهب إلى ما يسمى بالمستشفى المدمر فتجد عشرات آلاف الناس هم ينتظرون الدواء مثلك. تخيل تلك الساعات، تخيل تلك الأوقات، تخيل وأنت وسط هذا الدمار. إننا لا نحكي لكم خيالا، وإنما نصور لكم واقعا يعيشه إخواننا بأكناف المسجد الأقصى ممن أصيبوا بتلك الحرب الظالمة، ممن أذيقوا أشد أنواع الإيلام والعذاب، لا ذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله